السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه الممبار، اول اكله من اكلات عيد الاضحى. كل سنه وانتم طيبين. هنشوف ازاي بمعلقه واحده هنخليه نضيف جدا وابيض كده زي الفل، وكمان طريقه قلبه سهله جدا. كمان هنعمل له خلطه حلوه قوي. لو مش بتحب الممبار او اي حد مش بيحبها هيحبها. خلطه الرز بالبهارات بتاعته طعمها حلو قوي، احلى من بتاعه المطاعم كمان. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناها ازاي. اول حاجه نجيب الممبار الاول نغسله كويس قبل ما نقلبه. لازم نغسله كويس جدا. لو في دهن زياده نشيله. انا طبعا بحب اسيب في الدهن لان الدهن بيسيح في قلبه كده وبيكون طعمه حلو قوي، فانت تسيبي فيه الدهن. لكن لو الدهن مثلا في مكان كده تلاقيتيه كبير قوي هيخليكي ما تعرفيش تنضفيه او تقلبيه، لا شيلي منه حته. المهم اغسله الاول كويس. انا دلوقتي بشيل اي زيادات فيه، لكن بسيب فيه برده دهن. ولازم اغسله كويس لان طبعا دوت لما يتقلب هيكون دون اللي جوه. يعني لما بنقلبه بنحشيه من جوه بيكون الدهون دي جوه مع الرز، فما بنقلبوش تاني، فلازم نغسله كويس. اشطفه كذا مره واشيل الاول منه اي حاجه زياده او اي زفره تكون لازقه فيه من بره، لازم اغسله الاول كويس. اشطفه كده كذا مره، الاول بالميه كده 3 4 مرات شطف، وبعد كده وادعكه كويس قوي، وبعد كده احط عليه بقى شويه ملح وخل. طبعا الملح والخل بيحوشوا الزفره او اي ريحه فيه، كمان بيشيلوها خالص ما يبقاش فيها اي حاجه. ادعكه كويس واشطفه تاني كده كذا مره لحد ما اتاكد ان هو نضيف خالص، وان لما اقلبه خلاص هيكون كده من جوه عندي نضيف خالص. كده انا خلاص غسلته كويس. هبتدي بقى اقلبه. هقلبه على ايد معلقه بقى او ايد شوكه او ممكن مقوار او ايد معلقه خشب. اثبت الطرف بتاعها كده حته صغيره الاول من بره، واقلبه على طول كده على المعلقه. انا بالنسبه لي القلبه دي اسهل كتير من ان اقلبه تحت الميه. ممكن تقلبيه برده تحت الحنفيه، بس تحت الميه معايا لو في مثلا اي دهون كده زياده او حته مكلكعه فيه ما بيتفردش معايا بسهوله، لكن على المعلقه كده بيتكرر على طول بسهوله. كده قلبت واحده، هقلب برده التانية بنفس الطريقه. اسبك كده الطرف بتاعها حته صغيره بس كده من بره، واسبك كده المعلقه واقلب على طول. ادخل كده على طول الممبار كده عليها. اي طول عندك بقى ما يفرقش. وبعد كده اشد اكر كده على طول، هتلاقيه اتقلب معاكي بكل سهوله. انا بالنسبه لي الطريقه دي سهله جدا. ولو انا مقطعاه صابع بقلبه على طول على اصبعي كده زي ما انا واقفه على طول، مش محتاجه اي حاجه كمان. لكن طبعا هو طويل كده بيبقى اسهل معاكي في التنظيف. اقلب كله بنفس الطريقه. خلاص كده خلصت. احطه بقى كده في بوله. ومعايا دلوقتي كيس بيكنج باودر، دوت سر التنظيف بتاعه بقى وسر اللون الابيض اللي بتاع الممبار. وحطيت عليه حوالي نص كوبايه خل. هقلبه كده كويس واسيبه لحد الفوران بتاعه ده ما يروح. هيقعد دقيقتين 3 بس كده يكون الفوران ده راح. اول ما بيتنقع بس دقيقتين كده لحد الفوران ده ما يروح، بيكون الطبقه اللي عليه دي عايمه كده على الوش. لو عملتيها بضفرك بس كده هتلاقيها طلعت معاكي، او اي سكينه صغيره في ايدك كده تمسكيها تشديها بس على ايدك كده، او تحطيها على الحوض وتشدي في ثواني هتلاقيه نضيف معاكي. لان البيكنج باودر بيخلي الطبقه اللي عليه دي تبقى عايمه خالص كده، ما تبقاش محتاجه. لو عملتيه على حرف الطبق حتى اللي انت حاطه فيه او حرف حله كده هتلاقيه نضيف معاكي بسرعه جدا. وطبعا عشان اتاكد ان هو خلاص نضيف ما بقاش فيه اي حاجه، بحطه كده على الحوض عندي على الرخامه. وبالسكينه بقى عشان خاطر الحروف طبعا او اي تانية كده ما توصلهاش السكينه وانا بعمل، دي بتطلع معايا بسرعه جدا. بينضف جدا ويكون زي الشمعه كده البيضه ما فيهوش اي حاجه. الخطوه دي بس عشان خاطر طبعا بيبقى فيه تنايات كده من الدهون اللي فيه، فممكن اي حاجه تكون متداريه كده في قلب التنايات دي، فلازم تحطيه على الحوض كده وبالسكينه او بمعلقه او بضفرك حتى كده، وتشدي ما تخليش فيه اي حاجه. اي سكينه صغيره في ايدي كده هتطلعي كل اللي فيه. هينضف معاكي بسرعه جدا، مش هيبقى باقي فيه اي حاجه. كل الزفره اللي فيه دي هتطلع على طول، وهيبقى ابيض وجميل جدا. لان احنا عارفين طبعا الممبار ده بالذات ما نقدرش ناكله من بره، لان طبعا مش هنبقى واثقين هو متنضف ازاي. لكن انت لما بتنضفيه بايديكي بتكوني واثقه فيه وعارفه ان هو نضيف كده وتقدري تاكليه. فانت تعمليه بالطريقه دي هيكون سهل معاكي جدا. طبعا ممكن تعمليه من غير البيكنج باودر خالص بالملح والخل برضو، بس هتاخدي وقت شويه معاكي في التنظيف. لكن البيكنج باودر بيساعد على ان الطبقه بتاعته دي تطلع بسهوله جدا، وكمان لونه بيكون ابيض كده وشكله حلو يفتح النفس. بس كده اخلصه كله بنفس الطريقه. طبعا عشان اتاكد ان هو نضيف لازم احط فيه ميه، املاه ميه كده واشوفه بقى لو في اي حاجه هتظهر في الميه دي. دلوقتي خلاص بغسله الاول كويس، لازم طبعا اغسله كذا مره.
قبل كمان ما ادعكه تاني بالملح والخل، لازم كذا مره كمان غسيل. وبعد كده املاه ميه عشان خاطر الميه هي اللي هتاكد لي بقى اذا كان نظيف ولا لا. طبعا ابيض جدا ونظيف جدا، واللي فيه دوت الدهون اللي جواه، اتاكد منه كله. املاه كله ميه عشان خاطر اتاكد اذا كان نظيف ولا لا. لو ظهر فيه اي مكان غامق بالسكينه واعيد عليها تاني، لكن طبعا اللي ظاهر فيه دوت الدهون بتاعته، الدهن بتاعه اللي احنا حاطينه جواه، اللي احنا سايبينه جواه. بس كده اغسله بقى كويس كده، خلاص اتاكدت ان هو نضيف خالص. هغسله بقى كويس، طبعا احنا هنغسله مش اقل من 10 مرات. اغسلي فيه كتير لحد ما تتاكدي ان هو ريحته خلاص بقت حلوه جدا. بعد كده بقى هقطعه على قد الصباع اللي انا عايزاه. اشوف حجم الصباع اللي انا عايزاه قد ايه واقطع عليه. وطبعا اخد بالي منه، لو لقيت فيه اي قطع ولا حاجه اخلي السكينه كده واقطع من عنده. كده خلاص قطعته كده حجم الصباع اللي انا عايزاه. ادعك فيه كويس بقى تحت الميه، وعليه بعد كده اصفيه، وبعدين احط عليه ملح. طبعا الملح لو في اي حاجه تاني ماسكه فيه اتاكد ان هو خلاص نضف خالص. الملح طبعا عشان خشن عليه بينضف اي حاجه فيه. وحطيت معلقتين خل بس كده، وطبعا انا ما بنقعوش في الخل، لان الخل لما بتنقعيه فيه ممكن يخليه يتهري، لكن انا ما بنقعوش فيه، انا بغسل بيه بس واشطفه كويس، لكن بعد كده هنقعه بالليمون. طبعا لازم اغسل كمان الاطباق اللي انا عملت فيها دي، عشان طبعا هيكون فيها زفاره. اجيب طبق تاني نضيف كده، خلاص بشطفه كويس تاني تحت الميه، مفيهوش بقى خل ولا حاجه. هحط عليه بقى حبه ملح صغيرين كده، واعصر عليه ليمونيه او ليمونتين زي ما انت عايزه. كده ريحته بتكون حلوه جدا. كده بكون اتاكدت ان هو كده ريحته حلوه قوي، وكمان الشوربه بتاعته بتكون حلوه. لو انت عايزه تشربيها كمان بتشربيها، بتكون حلوه جدا. ابيض جدا. انا بوريك طبعا الاحمر اللي فيه ده لون، مش اي حاجه فيه، ده لون بس فيه، هو لونه كده، لكن ابيض جدا ونضيف جدا. وكمان نعينه بالليمون والخل بقى يكون ريحته حلوه. دلوقتي بقى انا عايزه احشيه، اعمل خلطه المحشي. دلوقتي معايا 5 بصلات كبار. للكيلو الممبار بحط له 5 بصلات او 4 بصلات كبار. وحطيت عليه حبه فلفل كده احمر واخضر، حر وبارد، ولو عندك فلفل الوان كمان حطي عليه. وفص واحد توم، وبشري كله في الكبه. فص واحد بالظبط توم، مش اكتر من كده. لو مش عايزه تحطي خالص ما تحطيش. بعد كده البصل ده احط عليه البهارات. حط عليه معلقتين ديت بهارات كده، عليها ملح مبهر. حطيت معلقتين كبار مليانين، ومعلقه فلفل اسود، ودي بهارات محشي بتديله طعم حلو قوي. احط كمان معلقتين كبار من بهارات المحشي. بهارات محشي دي بقى عليها زر ورد، وعليها قرنفل، وعليها ورق لورا، وعليها حبهان ومستكه، كل حاجه، وعليه جوز الطيب. وحطيت ربع معلقه صغيره من القرفه. لو انت بتحبيها على المحشي حطي ربع معلقه صغيره، بتديها طعم حلو قوي. ومع الممبار بتكون طعم وريحه حلوه قوي. ادعك البصل ده كويس في البهارات. وبعد كده هجيب كيلو طماطم. انا هعمل كيلو ممبار، فحط له كيلو طماطم قطعته، وهضربه هو كمان في الكبه، او ابشره بالمبشره. ما اضربوش في الخلاط، انا عايزاه حتت كده. ابشره بالمبشره او اضربه في الكبه حتت. اقلب كويس الخلطه دي. طبعا شايفين كميه الخلطه قد ايه. حطيت عليها بقى نص كيلو رز. الكيلو الممبار لما تكوني مكتره الخلطه كده حطي عليه نص كيلو رز. كمان حطيت حزمتين 3 كده خضره، و3 4 معالق صلصه، او معلقتين كبار كده صلصه جاهزه من العلبه، ده بس عشان اللون. وحوالي نص كوبايه زيت. هقلب بقى كل ده في بعضه. نص كيلو رز لو انا عامله الخضار ده كله، لكن لو انتي مش مكتره خضار حطي كيلو الا ربع رز على الكيلو الممبار. يبقى عشان احنا عاملين خضار كتير، عاملين 5 بصلات كبار، وعاملين حوالي ربع كيلو كده فلفل بشطه كده مضروب في الخلاط، فطبعا مدينا كميه هو كمان كبيره، والخضره كمان. ابتدي بقى احشي. بمسكه اقلبه كده على الصباعين بتوعي كده، واحط بالصباع الكبير كده ادخل فيه الرز بكل سهوله يتحشي معايا. مملهوش طبعا قوي، لازم ابطط الرز فيه كده، خليه زي المسطره كده. مملهوش قوي، لان اي رز زياده فيه هيقع في قلب الشوربه. لازم اديله كفايه من الرز بس، لان الزياده فيها هينزل في قلب الشوربه ويعجن. بس كده اخليه زي المسطره بالظبط كده. كده ياخد معايا نص كيلو رز مع الخضار ده. لو انا طبعا مش مكتره الخضار قوي احط كيلو الا ربع رز. لو عاملاه زي خلطه المحشي العاديه احط كيلو الا ربع رز، لكن طبعا هو بيحب الخضار الكتير، بيخليه طري كده بيكون جميل قوي. خليته بقى زي المسطره كده. ممكن برضو اتنيه على الصباعين كده، واحط كده كاني بحشي بتنجان. اتنيه كده على الصباعين، وادخل كده بالايد التانية، برضو بكل سهوله بيكون اتحشى معايا. اهم حاجه مملهوش رز قوي، اديله بس على قده من الرز عشان الباقي ما يقعش مني. ابططه كده بس كده. احشي كله بقى بنفس الطريقه. وبعد كده حله ميه على النار، حطيت فيها كده نص معلقه بس ملح،
وحطيت حبه فلفل اسود وورقتين لورا بس كده. طبعا هو فيه مليان البهارات بتاعته، ممكن ما احطش خالص في الميه. لازم طبعا انفض الرز اللي عليه، ما اخليش عليه رز خالص، وطبعا ما احطوش غير لما الميه تكون بتغلي. لازم الميه تكون بتغلي. لو لقيت الميه معاكي هديت شويه استني، ما تحطيش الباقي غير لما الميه تغلي تاني، عشان خاطر اول ما تحطيه تلاقيه قفل كده معاكي على طول. اول ما تحطيه بتلاقيه لم على بعضه كده وقفل على طول. مش بقى غير حبه الرز دول. خد معايا نص كيلو رز. اغطيه بقى واسيبه على نار عاليه لحد ما يغلي كويس، وبعد كده اهدي النار خالص، اخلي النار اقل من المتوسط، واسيبها عليه بقى حوالي ساعه الا ربع لساعه. خد معايا ساعه الا ربع، كان مستوي خالص. اول ما الاقيه طري كده معايا كده معناه الرز استوى خلاص، كده بيكون استوى. حتى لو حسيت ان الجلد ني لا طلعي، بدل ما الرز استوى هو كده خلاص استوى. الجلد بقى يستوي معاكي في التحمير كده خلاص. طبعا اتطرى خالص معايا فاستوى كده. خد معايا ساعه الا ربع. اطلعه على طول من الشوربه واسيبه بقى في دقيقتين بس يبرد. حط كده في الطاسه زيت على سمنه، ممكن تحطي زيت بس براحتك، بس السمنه بتديله كمان طعم حلو. زيت ومعلقه زبده بس بلدي كده معايا، وحطيته فيه. انا بغطيه عشان طبعا ما يطرطش، ولو ما فيهوش رز او شوربه طبعا مش هيطرطش معايا. اول ما ياخد لون كده حلو معايا، طبعا لازم تديله برده لون احمر شويه عشان خاطر تتاكدي ان الجلد بتاعه استوى كويس. لكن لو فاتح قوي ممكن الجلد بتاعه يكون بيشد معاكي. كده اللون ده حلو. اكمل بقيته كده خلاص. اتحمر، الجلد مستوي والرز مفلفل جدا في قلبه. احلى خلطه للممبار ممكن تعمليها بالطريقه دي، هتطلع معاكي طعمها حلو جدا زي المطاعم واحسن كمان. ما تحاوليش تعمليها زي خلطه المحشي، خليه مختلف عن المحشي. بالخضار ده هيكون طعمه حلو قوي. طبعا ما سووش اكتر من كده عشان خاطر الرز ما يعجنش في قلبي. الرز كده مفلفل وطعمه حلو قوي في قلبي. بس كده، اتمنى تجربوه بطريقتي وان شاء الله يعجبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.